إليكم أبرز العناوين. رسميا مصر تنظم كأس إفريقيا الأقل من 20 عاما بدلا من الكوت ديفوار بعد انسحاب الأخيرة. لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يتخذ قرار باستبعاد أشرف حكيمي من قائمة الفريق لهذا السبب المفاجئ. جواد اليميق: العودة لأحضان المنتخب الوطني هي فرحة لا يصفها الكلام. فيلدا مدرب المنتخب المغربي النسوي يوجه رسالة قوية للجمهور المغربي بعد إعلانه عن قائمة المنتخب النسوي بخصوص كأس إفريقيا للسيدات. قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم أمس الخميس إسناد تنظيم كأس إفريقيا الأقل من 20 عاما لمصر بدلا من الكوت ديفوار المقررة في الفترة ما بين 26 أبريل و18 مايو الجاري. وكانت الكوت ديفوار قد أبلغت الكاف بتراجعها عن استضافة كأس إفريقيا الأقل من 20 عاما المقررة الشهر المقبل. حسب الوثيقة نشرها الإعلام الإيفواري، فقد أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم رسميا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بقرار الحكومة الإيفوارية للانسحاب من تنظيم الحدث، حيث أكد ياسين إدريس دايل رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في رسالة رسمية أن الحكومة اختارت الاتحاد بقرارها، وتم نقل هذه المعلومات إلى الأمانة العامة للكونفدرالية العامة إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي. الجدير بالذكر أن قرعة كأس إفريقيا الأقل من 20 عاما وضعت المنتخب الوطني المغربي المشارك في هذه المسابقة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا، مصر وجنوب إفريقيا. قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استبعاد لاعبه المغربي أشرف حكيمي من لائحة الفريق، بل من أجل منح أشرف حكيمي راحة خاصة بعد مشاركته مع منتخب بلده في مباراتي النيجر وتنزانيا ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. أصدر النادي الباريسي بيانا رسميا عبر حسابه على منصة إكس أعلن فيه إعفاء أشرف حكيمي من التدريبات الجماعية يوم الجمعة، وذلك بعد اتفاق بين الإدارة الرياضية والجهاز الفني للفريق. وأوضح البيان أن اللاعب سيستأنف تدريباته مع الفريق يوم الأحد، ويترتب على هذا القرار غياب أشرف حكيمي عن قائمة باريس سان جيرمان في مواجهة مرتقبة أمام سانت إتيان المقرر إقامتها غدا السبت ضمن الجولة 27 من الدوري الفرنسي. يأتي ذلك في إطار حرص النادي الباريسي على الحفاظ على جاهزية لاعبيه وتجنب الإرهاق بعد الاستحقاقات الدولية، خصوصا وهو يعتمد عليهم في المسابقات الأوروبية لدور أبطال أوروبا. جواد اليميق عبر عن سعادته بعد العودة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا استعداده لتقديم كل ما في وسعه رفقة الفريق الوطني. كتب جواد اليميق في منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية مباراة المغرب وتنزانيا: الحمد لله، سعيد جدا بأدائي في تربص الإعداد وفي المباريات الرسمية، والأهم من هذا هو دعم الجمهور الكبير الذي يعطيني دفعة قوية ويجعلني أبذل كل ما في وسعي لكي أكون في المستوى. تابع بالقول: العودة لأحضان المنتخب الوطني هي فرحة لا يصفها الكلام، تمثيل بلدي شرف كبير ومسؤولية أحملها بكل فخر واعتزاز. شكرا على ثقتكم الكبيرة، وسأبقى دائما أقدم كل ما لدي من أجل العالم الوطني ديما مغرب الله الوطن الملك. وكان جواد اليميق قد شارك رفقة المنتخب الوطني المغربي في المباراتين الدوليتين ضد كل من النيجر وتنزانيا في تصفية كأس العالم 2026، حيث لعب بشكل أساسي
في كلتا المباراتين إلى جانب نايف أكراد. أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي للسيدات خورخي فيلدا رودريغيز أن الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني المغربي النسوي هو التتويج بكأس إفريقيا 2024 للسيدات، والتي ستقام في المغرب هذا الصيف، مشددا على أنه يعمل بجدية كبيرة على تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة للتتويج بالكأس القارية. قال فيلدا خلال الندوة الصحفية التي كشف فيها عن القائمة المستدعاة لمواجهة منتخبي تونس والكاميرون الوديتين، معلقا: نأمل أن يرتفع عدد المباريات الإعدادية مع اقتراب موعد المنافسة لضمان تحضيرات مثالية. لقد خضنا مواجهة أمام الكونغو، كما لعبنا مباراة أخرى استعدادا للنهائيات، وحرصنا على مواجهة فرق تشبه خصومنا في البطولة لضمان جاهزيتنا الكاملة. أضاف: الآن مع اقتراب آخر موعد معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم في البطولة، سنخوض مباراتين إعداديتين مهمتين أمام تونس والكاميرون، هما خصمان صعبان سيضعاننا أمام تحديات كبيرة، لكن هذه المواجهات ستساعدنا على تقييم مستوانا الحقيقي قبل النهائيات الإفريقية. وتابع مدرب المنتخب المغربي النسوي قائلا: خلال السنة والنصف الماضية قطعنا خطوة كبيرة إلى الأمام، أصبح لدينا فريق قوي وصلب دفاعيا، كما عملنا على تطور الجانب الهجومي وتنويع أساليب اللعب. نشعر الآن بأن البطولة تقترب أكثر فأكثر، وهذا يمنحنا حافزا إضافيا لتقديم أفضل الأداء. أكد خورخي فيلدا: لدينا مسار واضح ومعايير دقيقة لاختيار اللاعبات، حيث نركز على الأداء والجاهزية، لا نهتم بالمكان الذي تأتي منه اللاعبة، الأهم هو أن تحمل جواز سفر مغربي. لدينا لاعبات من أندية محلية مثل الجيش الملكي والوداد، وأخرى محترفات في أوروبا وأمريكا، نعتمد بشكل أساسي على مشاركتهن في البطولات التنافسية. واختتم فيلدا: لدينا ثقة كاملة في هذه المجموعة، في الأفضل التي أشرف عليها حتى الآن. هدفنا هو تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير المغربية. عندما يطلق الحكم صافرة البداية تكون الفرص متساوية، والفريق الذي يقدم أداء أفضل هو من سيفوز، ونتمنى أن يكون اللقاء أو اللقب من نصيبنا ولصالح المغرب.